سلام للجميع اللي معنا ومعنا طبعا اليوم غيبر بالموضوع الكردي بالدرجة الأولى. طبعا راح نعرج على الموضوع الإيراني كونك أنت دائما عندك معلومات ممتازة بهالمسألة. ماذا يحدث في كردستان سوريا؟ إذا أردنا أن نعرف ماذا يحدث في كردستان علينا أن نعرف ماذا يحدث في ما بعرف وين. تارك لك إياها إلك هاي. طبعا أول التطورات شيء الأخيرة التطورات يسعد الأخيرة. مساك هلا. ويسعد مسا المتابعين لهي المنصة اللي هي المفروض تكون، يعني المفروض يكون لها مكان بالتلفزيون. يعني هلا أنا كتير تابعت أقنية عربية، ما لقيت منصات بهي الطريقة. يعني لازم هذا الأسلوب يتكرس، يتعمم بأسلوب المنصات، أسلوب المناظرات. هذا لازم يكون ياخذ حقه. هلا بالأقنية الغربية في قنوات بتختص بهي الامور، في بيجيبوا ضيوف اكثر من ضيف، بيصيروا يتحاججوا، بيصيروا يتناظروا، بيصيروا يقدموا. بس الاقنيه العربيه للاسف ما في هيك شيء. يعني هي اقنيه اما تكون اما بتعرض المسلسلات او تعمل اخبار عاديه. يعني بنأمل انه هذا الشيء او هي الفكره يعني يتكرس له وقت واهتمام اكبر. بالنسبه لسؤالك، موضوع غرب كردستان سوريا، انتهى مشروع الإدارة الذاتية عمليا بعد اتفاق قانون الثاني 2026، وانتقلت الصلاحيات تدريجيا إلى دمشق. طبعا رح نحاول ما نطول، يعني نحاول نحكي هيك طبيعي بالمختصر. أوكي. حتى نقدر نجاوب على أكثر عدد ممكن من الأسئلة اللي ممكن تخطر على بال المتلقي الحالي. بالنسبة وضع كردستان سوريا وضع سيء، وضع غير مرضي أبدا. كل هي الأحلام وهي الطموحات تبخرت. هلا أنا اكتشفت حقيقة أنه نحن لولا الحماية الخارجية أو لولا الوصاية الخارجية نحن ما بنقدر نشتغل من حالنا، ما بنقدر. يعني كأنه الفرنسي خرج البارح، ما خرج من نصف قرن. بالفعل هاي الشعوب غير قادرة على إدارة نفسها، لأنه مو متعودة أبدا. يعني ما عندها هاي المبادرة أنه تدير نفسها بنفسها، بدها دائما راعي خارجي يوصي عليها، إلا اعمل كذا اعملي كذا. وللأسف يعني كلام توم براك اللي حكاه واللي امتعض كثيرين من أصحاب الألسنة الطويلة هذول اللي بيتفصحن، قال ليش قايل الكلام علينا أنه نحن شعوب عبارة عن قبائل وشرازم وبعيدين عن الدولة. نحن أيام هلا بلش يروحوا على الماضي، يغمقوا بالماضي، بيقولوا نحن ايام اصحاب السوريين، اصحاب الابجديه وما بعرف ايش. هذا السوري اللي كان عايش يمكن انت مو من نسله، يعني اطمن. يعني هذا اللي بيتبجح وبيتفصحن بيقول انه نحن اللي جبنا المدنيه الاولى ونحن عملنا حضاره وعملنا شو. اكيد انت لا تنتسب، يعني بافعالك وتصرفاتك اتكاليتك على الماضي لا تنتسب إلى تلك الأيام الخوالي، الأيام القديمة. لا لا من حيث الفعل والفكر، ولا من حيث يمكن العرق والجينات حتى. للأسف نحن عايشين ضمن الماضي، وكل ما اجانا نقد بصير نرجع للماضي وبنقول نحن كذا كنا كذا وكذا. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. الإنسان بيتذكر المشهد الأخير من المسرحية، ما بيتذكر المسرحية كلها. المشهد الأخير هو الفصل، أما شو عملت قبل هذا كله تحصيل حاصل، كله انتهى ماضي. بالنسبة لوضع بكردستان سوريا مثل ما قلت، الوضع غير مرضي، غير جيد. في مخاوف من أنه أمريكا بالفعل تنوي دعم النظم المركزية في الشرق الأوسط. هذا الشيء يقلص من الصلاحيات الإقليمية، صلاحية الأقاليم.
حتى بكردستان العراق في خوف، في حديث عن حل قوات البيشمركة، رغم أنه قوات البيشمركة تأسست قبل ما يتأسس الجيش العراقي. حاليا طبعا الأزمات المالية وخلافات ما تزال موجودة. هلا أنت حكيتني موضوع غربي كردستان سوريا، إذا في عندك شيء ثاني فيك تسألني. لا، هو اكيد الوضع مرتبط ببعضه. يعني اللي عم بيصير انا هاي كنت بدي اسالك عليها طبعا، لانه واضح انه بدا الكلام عن حل قوات البشمركه. هذا الكلام يعني ايه دعم السلطات المركزيه. ومع الاسف هلا انت طرحت فكره كبيره كثير. شو خلى الدول الغربية تدعم نظام مثل نظام صدام حسين وحافظ أسد وغيره؟ يعني غير إنه الشعب متخلف وما قادر يحكم حاله. يعني قال له يا فرعون مين فرعنك؟ قال له تفرعنت وما حدا ردني. أنا دائما كنت كثير يعني من زمان هذا الحكي، مو من هلا، بقول لك أمريكا جابته. يا عمي ما أمريكا جابته ولا شيء، دود الخل منه فيه. انت هاي الأنظمة طلعت من هاي الشعوب، لو هاي الشعوب عندها شيء أفضل كانت طلعت شيء أفضل. يعني كل إناء بالذي فيه ينضح. يعني نحن اللي صنعنا الدكتاتور، ونحن اللي صنعنا الدكتاتورية، وطبعا هذا الدكتاتور بده يتعامل معه الغرب. وكان في محاضرة للدكتور زاك هارفي أصر فيها، أنا بتذكر أنه لما التدخل الأمريكي بانقلاب عبد الناصر، والتدخل الأمريكي بحرب 56 كله مسجل، كلها محاضرات المخابرات كلها مسجلة. بس ما في شيء اسمه الولايات المتحدة جابت صدام حسين. أنا أتحدى أي حدا يثبت أن المخابرات الأمريكية جابت صدام حسين. صدام حسين هو صنيعة الشعب العراقي، فل ستوب. فنحن طبعا أكيد نحن شعوب متخلفة، واللي بيفكر غير هيك ما بيوصل لنتيجة. انتبه، أنا أكثر مرة نحن بلقاءاتنا ليش أنا كثير مرات بطلع برات الطريق، يعني لأنه أنا إذا بعتبر حالي وصلت لمستوى من النجاح أو من القناعات فقط لأني يوما ما اقتنعت أنه أنا طالع من جورة خرا. يعني أنا ما فيني أقولها غير هيك. يعني أنت شايف كل الشعب المتخلف حواليك، ونظام متخلف ووحدي، نظام شمولي ما له مثيل، والناس رضيانة وساعتها بتسقف له. طيب أنت ليش بدك تعيش مع هاي الناس؟ اطفش، ما في غير إنك تطفش. بس أنت خاصة بتطفش. الغريب بالموضوع أستاذ دكتور، الغريب بالموضوع اللي عايشين هون عم يمدحوا بهذا النظام وعم يعيشوا. ما هاي المصيبة. هو هون مربط الفرس. أنا طلعت من هذا شو سوريا. بيسموه؟ هذا يتصنف تحت مسمى أي مرض نفسي. هذا يسمى. يعني أنا طلعت من سوريا بالمناسبة. أنا حتى لما كنت بأبو ظبي أنا ما كان عندي أصحاب سوريين، ما أتحملهم يا أخي، ما بتحملوا للسوري. أنت جاي قاعد بالإمارات وقاعد بتسب بالإمارات وبتمدح بسوريا، ولك قوم انقلع لعند حافظ كلب. شو جايبك لهون يعني؟ أنت ما بكفي تهرب من البلد، انت ما بكفي تطلع من البلد اذا ما بلشت تغير بنفسك لحتى تتغير لتوصل لمرحله انك تقدر انت تتاقلم مع المجتمع الجديد اللي عايش فيه. ما بتكون استفدت شيء. وهذا وضعك انت. يعني هذا شيء بجنن طبعا. يلي قاعدين ببرا باوروبا وبامريكا داعمين الجولاني اكثر من الجولانيين نفسه. هاي مو مصيبه؟ طبعا هاي مصيبه. هاي مصيبه. على كل نحن الأتراك اللي خلقانين هون، بيفكروا نفس المواطن اللي التركي اللي قاعد بتركيا. بالضبط. طيب وهون نفس الشيء. هذا من شو بيجي؟ هلا هذا بيجوا من هذا الموروث. حتى الوافدين اللي بيجوا من الشرق الأوسط بيستميتوا بنقل هي التركة النادرة للأولاد، وبيمنعوا عنهم انه يتأثروا بمؤثرات المنطقة الجغرافية اللي هن ولدوا فيها. بس مع ذلك ما بينجحوا تماما، لكنهم إلى حد كبير يستطيعون أن ينقلوا
ما عاشوه في من ذهنية المكان الذي أتوا منه. هلا حتى ما نشط كثير بهذا الموضوع سيكولوجية المجتمع. أنا بدي أقول لك باختصار، بدي أنقل للمتلقي ما يحصل بالنسبة للأجزاء الأربعة لكردستان. غرب كردستان مشروع الإدارة الذاتية انتهى عمليا بعد اتفاق كانون الثاني. الصلاحيات انتقلت لدمشق. بالنسبة لجنوب كردستان في إقليم دستوري بيتمتع ببرلمان وحكومة قوات بيشمركة، لكن يعاني من أزمة مالية وخلافات مع بغداد. بالنسبة للوضع بشمال كردستان تركيا، في هناك أكبر تجمع كردي دون حكم ذاتي، والصراع السياسي والأمني لا يزال مستمر. بالنسبة لشرق كردستان إيران، لا يوجد اعتراف سياسي خاص مع تجديد أمني منذ احتجاجات 2022. هلا أنت فيك تسألني سؤال، شو اللي خسروا الكرد في سوريا؟ خسروا نحو ربع مساحة سوريا، كانت بإيدهم 25 حتى 28%. غالبية حقول النفط السورية ومعظم إنتاج القمح السوري، وأكثر من 900 كيلومتر من الحدود مع العراق وتركيا، وعشرات آلاف المقاتلين ضمن قوات سوريا الديمقراطية. بعد ما جرى الاتفاق صار في انتقال من إدارة المعابر الحدودية للدولة، انتقال حقول النفط والغاز إلى الدولة، دمج القوات ضمن المؤسسة العسكرية السورية، دمج المؤسسات المدنية بالإدارة المركزية. وحاليا يتم الحديث عن الحقوق الثقافية والتعليمية الكردية، لكن دون حسم دستوري نهائي. طبعا إذا بدك تعمل مقارنة تاريخية هلا هون، بعام 2014 ببدايات تعامل الكرد مع التحالف الدولي دافعوا عن كوباني باستماتة. عام 2019 سيطروا على ثلث سوريا تقريبا بعد الحرب على تنظيم الدولة أو تنظيم داعش. عام 2026 عادوا إلى التفاوض من موقع أقل قوة بكثير بعد خسائر عسكرية وسياسية متتالية. يعني بالبداية دافعوا عن كوباني، اجى التحالف حط ايده بايدهم، صار في توسع، صار في إدارة ذاتية، بعدين صار انكماش، ومن ثم اندماج. ليش حصل هذا التحول؟ ممكن تلخصه ب5 عوامل رئيسية. تغير الموقف الأمريكي من أولوية دعم الإدارة الذاتية إلى أولوية استقرار الدولة السورية. الضغط العسكري التركي المستمر الذي لم يهدأ أبدا، ظل هذا الضغط موجود. انهيار خطوط الدفاع في مناطق عربية مثل رقة ودير الزور. يعني هذه العشائر كانت هي والحكومة تتعامل بشكل سري وبالتعاون مع الاستخبارات التركية. استطاعوا إقناع تلك العشائر، والعشائر تبدل ولاءاتها. هذا معروف، تبدل الولاءات بالنسبة للعشائر العربية. كان في فيلم لورنس أنتجته، يمكن الشركة الأمريكية أنتجته. هذاك الوقت بيحكي عن هذا الموضوع، موضوع إنه هدول العشائر عبارة عن همج، يعني ما عندهم لا عقل لا شو اسمه، بس مين بيكون قوي بيخافوا منه، ف خلاص بيكونوا معه. وهذا معروف. يعني وينستون تشرشل قال عندما يموت الروس يموت السلام، عندما يموت العرب تموت الخيانة. للأسف يعني هذا إلى حد ما صحيح. إن هي طبعا انشقاقات وتحولات قبلية موجودة حتى الآن. يعني بعد ما اجت حكومة الجولاني صار في بين العشائر يقولوا ليش هذا النفط بده يروح للجولاني، نحن أحق فيه. وخلافهم هو خلاف مشان النفط، مشان المال، مو خلاف ذهنية ولا خلاف عقلية ولا أي شيء آخر. ودمشق طبعا يعني محظوظة. تخيل أنه حكومة جاية من القاعدة صارت بالآمر الناهي، آمر الناهي بيوم وليلة. هذا الشيء مو مستبعد. اللي ببيع أفغانستان بعد سنوات
من الحرب مع طالبان يعني ما بيتوقع منه كل شيء. أيام شفنا هذا الأفغاني عم يتمسك بالطيارة بس مشان يطلع من أفغانستان، وشفناه هيك على التلفزيون مشهد دراماتيكي مأساوي. الطيارة رايحة لفوق وكان في ناس لسه راكبين فوق الطيارة وعم يتعربشوا فيها وكانوا يتساقطوا من فوق للأرض. يعني تخيل، هاي رسالة إنه نحن بدنا نتمنى الموت أشرف بالنسبة لنا، أهون لنا إنه نعيش تحت كنف طالبان، إنه هن عارفين طالبان شو هي طالبان. وهم كمان يعني هاي كانت إشارة قوية للذي يفهم إنه أمريكا من أجل مصالحها تتخلى عن كل شيء. ألم تتخلى عن الأوكرانيين؟ ألم يعدوهم مع الأوروبيين أنه رح نكون جبهة ضد الروس، رح نعملكم كذا وكذا، اتحاد، رح تدخلوا الاتحاد الأوروبي ورح تفوتوا بالناتو غصب عن الروس. مجرد ما بايدن طلع، ترامب اجا وقال زيلينسكي وهذا رئيسنا الغبي، انت وياه كنتوا رح تقودوا العالم لحافة الحرب العالمية، وانت شو بدك منا، واقعد مع بوتين وخلص سد السيرة. يعني تخيل شو يعني، شيء فظيع ما يحدث بالعالم، خيانات اللي تحدث، خيانات الأمريكية. ومع ذلك يعني لدينا قناعة بالسياسة، لا يوجد يعني عقد أخوي، لا يوجد شيء اسمه مصالح أبدية. هناك مصالح مؤقتة بمجرد انتفائها تنتفي التعاقدات السياسية بين القوى. بالنسبة للمقارنات، إذا بدنا نقارن التجارب الكردية حاليا، تجربة إقليم كردستان هي الأفضل، في اعتراف دولي نسبي، في دستور، في برلمان، في حكومة، في بيشمركة. بالنسبة لسوريا ما في اعتراف دستوري، وحاليا في تفاوض واندماج، بس نحن ما عندنا تكهنات شو راح يحصل بعدين. يعني ممكن إذا في حال راح ترامب، هل ستتغير النظرة الأمريكية؟ هل ستراجع الإدارة الأمريكية سياستها في عهد ترامب؟ هنا السؤال. تركيا، وضع الكرد في تركيا وضع مقيد، ما في إدارة ذاتية ولا شيء. بإيران وضع أسوأ، أحزاب المعارضة أكثرهم قاعدين برا وهيك، وعم يبيعوا وطنيات بس برا، ما عندهم نشاط السياسي أكثر تقييدا. هلا بالنسبة المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات صار المشروع الكردي في سوريا ينتقل من إدارة مستقلة بحكم الأمن الواقع إلى الرهان على الحقوق داخل الدولة السورية. هذا تحول استراتيجي، مو مجرد اتفاق عسكري. هلا إذا فيك تقول مثلا، هل ربح الكرد أم خسروا؟ هل كان اتفاق كانون الثاني 2026 نتيجة هزيمة عسكرية فرض التفاوض، أم أنها تسوية واقعية حافظت على الحد الأدنى من الحقوق ومنعت حربا طويلة الأمد؟ هذا السؤال ممكن يعني نحكي فيه. طيب، ماذا عن زيارة مظلوم عبدي لأوروبا؟ والله المحللين عم يتكهنوا، يعني منهم عم يرجح كفة التفاؤل، منهم عم بيقولوا هذا اللعب في مجرد بمثابة اللعب في الوقت البدل الضائع. كل واحد عم يحكي بطريقة ثانية، بس إنه هاي الزيارات من الناحية الدبلوماسية إنه نحن لساتنا موجودين، إنه نحن قابلين إنه نلعب دورنا. هذا الشيء أكيد مو برضا حكومة دمشق، هاي زيارات عم تتم مو برضا حكومة دمشق، عم تتم نتيجة تنسيق ما بين الإدارة الذاتية أو ما تبقى من الإدارة الذاتية وما بين إقليم كردستان. في رسائل دبلوماسية، في تحركات دبلوماسية، لأنه لما بيشوفوا إنه الطريق مسدود بالنسبة للتفاوض بشأن حقوق الكردية في حكومة دمشق، فبصير يلجؤون لورقة الزيارات من أجل تدعيم
موقف كل. يعني ما هي محاولة من أوروبا وفرنسا بشكل خاص محاولة الدخول من الباب الخلفي؟ والله أنا بشوف إنه زيارة مظلوم عبدي وإلهام أحمد للخارج هي بمثابة محاولات لإقناع الأوروبيين أو للاجتماع بأصدقاء الكرد أو الذين لديهم مصلحة مع الكرد، خاصة أن السياسيين الأوروبيين أو الذين في الكونغرس الأمريكي ليس جميعهم على وفاق مع استراتيجية ورؤية ترامب في الابتعاد عن حلفاء الأمس والتعامل مع الحكومة السورية على أنها البديل الجديد عن أصدقاء الأمس الكرد. هناك قوى، هناك هيئات سياسية أوروبية غير راضية عن مشروع ترامب وما تفعله الإدارة الأمريكية بشأن تثبيت هذه السلطة. لهذا هذه الزيارة جاءت تحت ضوء ترسيخ العلاقات، تقديم أو البحث عن الاستشارة أو البحث عن منافذ ممكن من خلالها الضغط على الإدارة القائمة الأمريكية القائمة للعدول عن بعض من مواقفها. طبعا ما حدث في غرب كردستان لا يمكن فقط فهمه من زاوية المؤامرة أو الخيانة، بل يجب أن نسأل سؤالا مؤلما: لماذا انهار مشروع سياسي خلال أشهر بمجرد تغير الموقف الدولي؟ هذا يعني أن الاعتماد على الضمانات الخارجية كان أكبر من بناء مؤسسات داخلية قادرة على الصمود. في السياسة مثل ما بتعرف إنه ما في صداقات دائمة، في مصالح دائمة. عندما رأت الولايات المتحدة ودول غربية أن مصلحتها أصبحت في تقوية الدولة المركزية السورية تغيرت أولوياتها، وهذا درس لا يخص الكرد وحدهم بل كل القوى المحلية في المنطقة. بمعنى أنه هذه الشعوب، إذا قلنا هذه الحقيقة أن الشعوب غير قادرة على إدارة نفسها، قد تثير هذه العبارة اعتراضا كبيرا لأنها تعميم واسع. لكن يمكننا القول بمعنى أدق أن المشكلة ليست أن شعوب المنطقة عاجزة بطبيعتها، وإنما أن قرنا كاملا من الحكم المركزي والانقلابات والدول الأمنية أضعف المؤسسات المستقلة وجعل كثيرا من القوى السياسية تعتمد على الخارج أكثر مما تعتمد على المجتمع. وخصوص صدام حسين مثلا، الغرب لم يكن يبحث عن أنظمة ديمقراطية بقدر ما كان يبحث عن أنظمة تحقق الاستقرار ومصالحه في كل مرحلة. مثلا أيام بداية ثورة الخميني صعد صدام حسين بالتزامن زمنيا للحكم، وهذه كانت رغبة أمريكية لأنها كانت متخوفة من ثورة الخميني وكانت بحاجة إلى قوة ردع، فصدام حسين جاء في الوقت المناسب. يعني حتى الحرب العراقية الإيرانية باعتقادي هي رغبة أوروبية حينذاك، رغبة أمريكية حينذاك، رغبة بإضعاف نظام الخميني حينذاك. أكيد. لهذا لا يمكننا أن ننظر إلى أنه هناك من دفع صدام حسين لهذه المغامرة، دفعها وأعطاها السلاح ومولها. الأمريكان هم من مولوا صدام حسين طيلة حربه مع إيران. طبعا لولا المال الخليجي مستحيل. نعم. هو كان يا دوب بيصمد 3 شهور قدام إيران، لا أكثر ولا أقل. يعني الخطأ اللي اقترفه صدام حسين لما دخل الكويت هي كانت بداية النهاية لهذا النظام. طبعا أكيد. بالضبط. يعني لو ما دخل الكويت وضل ماشي على الخطة، يعني يمكن هلا أولاده ضلوا على الحكم. بالضبط. أصلا هذا المشروع حاليا توم براك تثبيت النظم المركزية
اصلا هذا المشروع لو ما اخترع صدام حسين، هي الحماقه اللي اودت بحكمه كنت شفت للهاويه، كان شفت لحتى قصي الان موجود، وكان توم باراك هلا قاعد مع صدام حسين أو مع قصي او مع قصي وعدي نجلي. لا والله، يعني الحكم، البقاء في السلطه يطيل العمر يعني بالنسبه لهؤلاء يعني. ايه يعني هيك ما تصير بتصير الحياه هو السلطه. ممكن. صح، هذا ايه كلام هي يعني سليم. انت فيك تفهم الموضوع من هذا السياق يعني. جميع النظم المركزيه بالعالم العربي، حتى بتركيا وحتى بايران، اذا ما بتمشي حسب الخطه الغربيه، فانت عم تقود حالك للمهلكه المحرقه. فمشان طيب هيك يعني، مشان ما نطول سيره، انه طيب دائما بده اذا الشرع هلا ضل يصير حسب الخطه، فاحتمال يضل بالسلطه، احتمال يضل طبعا طبعا بالسلطه طبعا 10 سنين، 20 سنه، 30، ما بنعرف، بس نعم ممكن نعم يطول. نعم نعم، معك أنا 100%. أنا معك 100%. وانا إذا بتوقع الجولاني ذكي، بتوقع بيقلد اردوغان. يعني انا قلت في مقابله سابقه بيقلد اردوغان وبيعتبره قدوه له. إيه بس وجماعه هو الاسلام مشكلته ما مو اغبياء عنده. على فكره، مو إيه اغبياء، بس هم مطلوب بيشتغلوا صح، منه. لانه عندهم ارث من السلطه وتعاطي السلطه، نعم. بيستمدوه من التراث الاسلامي، من تراث يعني كان محمد مو مجرد انه نبي، كان قائد عسكري، كان سياسي، كان فهمان الموضوع يعني، كان سباق عن عصره لما طلع. إيه فأنا هو بعتقد أنه إيه. الإسلام السياسي فهمان الموضوع ممكن يضل بالحكم إذا فهم الخطة ووضع الهواجس الأوروبية والأمريكية آه، آه، يعني على محمل الجد. إيه بس هو الأوروبيين مشكلته. والأمريكان آخر همهم أنه هي الشعوب يصير فيها ديمقراطية. لو كانوا بدهم بالفعل انه هي الشعوب يكون فيها ديمقراطيه، اصلا ما كانت موجه اللجوء ب 2015 كلها ما كان لها داعي، كلها ما كان لها داعي، بس لانه ما بدهم شيء، بدهم هي المنطقه تتفتت الى اجل غير مسمى، فتحوا الطريق للشباب انه يجوا يشتغلوا بهي البلاد المسنه. ومن ناحيه جابوا رجل القاعده للسلطه. فهذول ما بدهم، بالعكس يعني ما بدهم ابدا الشرق الاوسط ينهض، بدهم اياه دائما هيك كسيح. أوكي، ولو إنه عليك موضوع الجولاني وموضوع شوي معقد، بس أنا أظن إنه المطلوب منه أكثر من طاقته، ويبقى صمام الأمان في إسرائيل. وهون بده يجي السؤال الثاني لك. هلا انت معلش بصراحه، لما انت اذا كنت قاعد بقعده كرديه هيك والناس عم تحكي سياسي مثل ما بيقولوا، لا شك انه 95 او 99% من الاكراد بيعتبروا انه امريكا خانتهم. بس شو بالنسبه لخصوص اسرائيل؟ هل هناك تفهم للموقف الاسرائيلي، ولا الاكراد بيعتبروا انه كمان اسرائيل خانتهم؟ هلا اسرائيل وامريكا ما بيشتغلوا شيء ما بيشتغلوا بعكس بعض. ولو على الاعلام بتلاقي انه والله نتنياهو بده شيء وامريكا بدها شيء، انا مالي بهي القناعه. انا بحس انه هن في بيناتهم ضابط ايقاع يعني، ما بيشتغلوا بعيد عن بعض، ما بيشتغلوا خارج تنسيق على بعض. لا إسرائيل قادرة تكون بمعزل عن أمريكا وبمعزل عن عطاياها وحمايتها، ولا أمريكا أصلا أمريكا بتعمل كل هاي الأمور مشان تضمن وجود إسرائيل بالمنطقة. إسرائيل هي رأس المال. لما بنحكي عن إسرائيل نحن ما بنحكي عن هي الجغرافيا فقط، نحن عم نحكي عن لوبيات رأس المال بأمريكا وبأوروبا وبكل مكان، بعيد عن نظرية المؤامرة. أنا مالي بهذا الموضوع كله، بس انا اللي بدي اقول لك اياه انه تنسيق الامريكي الاسرائيلي تنسيق قوي، ولو في تباينات. هلا ما بيضر اذا في تباينات بوجهات النظر وبالطريقه، ولكن الاثنين متفقين على ضروره تحجيم ايران. وبالنسبه لتركيا الخطر التركي ممكن
ممكن تركيا تتروى، لأنه تركيا تحت الكنف. تركيا ولو يعني عندها طموح تحل محل إيران بالمنطقة، بس طموحها غير ضار. هي بعدت عن الحضن الروسي على فكرة، ما عادت تتعامل مع روسيا مثل قبل، ما عاد أردوغان يستفز الأمريكان بموضوع صفقات الاس 35 مثل أيام والميك وهي الأمور. هلا بتلاقيها بالمعسكر الغربي منيح. فهذا اللي بنفهمه بهذا السياق، انه الكل عم يلعب منسجم، بيلعبوا بانسجام. ممكن تركيا واسرائيل هيك على الاعلام بتلاقوهم هيك بيتخاصموا، هي خصومات القطط اكثر من انه هي خصومات حقيقيه يعني. تركيا بتربطها مع اسرائيل اتفاقات وبروتوكولات عسكريه وكثير اشياء وقصص. تركيا بحاجه انه هي تعمل حالها انه هي سيده العالم الاسلامي بالمنطقه، فتلجأ بين فتره واخرى الى اطلاق بعض الشعارات وبعض الحملات الاعلاميه ضد اسرائيل ودعم للفلسطينيين وغزه وهي الامور. لانه الشعوب العربيه بحاجه لهذا النوع من الخطاب. هذا النوع من الخطاب مؤثر، لا زال مؤثر. وتركيا بتحاول تمسك العصا بالمنتصف، يعني ما بتخسر الشعبيه العربيه، وكمان ما بتخسر علاقاتها الضاربه في الجذور مع اسرائيل. مشان هيك انا بشوف انه لا خطر، وانا بشوف ما في تباعد حقيقي بين السياستين الامريكيه والاسرائيليه بالمنطقه. يعني نظرتهم اجمالا عموما نظره واحده بما يخص هي القضايا. هلا نظام احمد الشرع اعتقد انه يعني هناك تحديات داخليه داخل النخب. يعني هناك بعض من أزلام القاعدة غير مندمجين وغير راضين على ما يحدث، خاصة تقارب أحمد الشرع أو قبوله على أن يكون تحت الكنف الأمريكي والإسرائيلي. يعني هاي الخلافات راح يتم تصفيتها لصالح أحمد الشرع، لصالح الجولاني، لأنه الجولاني يريد أن يظل في السلطة، وقد قام بعدة تصفيات فترة بدعم أمريكي. بتلاقي صار عنده فوق ال 40 جلطة، قضوا على آلاف من الإرهابيين دواعش بضمن محيط تدمر وحولها. هذا دليل أنه نجح بتصفية عدد كبير من الذين وقفوا بوجهه. فأنا أعتقد أنه إذا أحمد الشرع مشي على هذا الموال وقدوته أردوغان في ذلك، فإنه سيبقى في السلطة إلى أجل غير مسمى. كل ما يحدث الآن سوريا برضا وفرمان تركي ورضا أمريكي إسرائيلي. الذي يقول عكس ذلك إما يحاول أن يقول لا إسرائيل ما راح تتخلى عنا، أو إسرائيل لها رأي ثاني، بس هذا الشيء غير صحيح. لأنه لو صار هذا الشيء أصلا ما حدث لا اتفاق 27 يناير وما حدثت هي الهجمات ولم يحدث شيء. واللي بيقولوا انه اسرائيل ممكن تحمي دروز او تعمل لهم دوله وكيان مستقل، انا كمان بستبعد هذا الشيء. هلا ممكن لفتره من الفترات اسرائيل تضغط على القيادات الدرزيه في السويداء وتقول لهم اقعدوا مع هذا الزلمه، اقعدوا معه، على غرار ما الاداره الذاتيه والكرد قعدوا معه وحصلوا اللي بدكم تحصلوه منه. هيك يعني بالمشامخه هيك رح يقول. يعني هن متفقين بين بعضهم انه لا وجود لفصائل، لا وجود لميليشيات خارج سلطه، خارج الدول، خارج الدوله المركزيه. هذا هو المشروع والموال اللي عم يغنوه مع بعض. للاسف هذا الشيء مو بهوانه، بس هي الحقيقه حاليا. اخر هم الاوروبيين الامريكيين طبعا، اذا انت ما بنيت شيء لحالك اللي برا ما راح يبنوا لك شيء.
فهي شعوب غير تواقة للحرية، إنما هي تواقة لاستبدال الدكتاتور بدكتاتور آخر على وفق نظرية المستبد العادل. يعني متعطشين. التراث الإسلامي يمجد الدكتاتور العادل، فأكثر شيء شعوبنا معجبة بالدكتاتور العادل. طبعا بيحبوا بوتين وبيحبوا كيم يونغ وبيحبوا طبعا إن معجبين بكل السفاحين والفاشيين في العالم. يعني صاروا حتى يحبوا خامنئي هلا، يعني حتى المثقفين الحمد لله دق على الخشب. يعني نحن اللي عم نشوفه من مثقفينا ومن جماعتنا شيء مذهل يعني. طيب إلى أين ريبر، إذا بدنا ننهي هالنقاش هذا، إلى أين ذاهب المشروع الكردي؟ شو شايف أنت رح يصير 10 سنين مثلا، خلينا نقول؟ والله إذا بدنا نحكيها هيك بالمختصر مشان نقدم الزبدة وما نطول على المتلقي، أنه حاليا الكرد بصدد حفاظ قدر الإمكان على بعض المكتسبات اللي بإيدهم. ممكن يضمنوا وجود حقوق ثقافية، بس موضوع اللغة الرسمية، موضوع اللغة إنه اللغة الكردية تكون اللغة الرسمية للجانب العربية بالمناطق ذات الغالبية الكردية موضوع صعب، لأنه هذا الموضوع رح يصطدم بالرغبة التركية، لأنه إذا صار في هيك شيء في لغة رسمية كردية بغرب كردستان رح يطلب اللي بشمال كردستان بتركيا كمان رح يطلبوا أنه تكون لغتهم اللغة الرسمية، لا سيما أنه في أكبر تجمع للكرد في تركيا. فهذا الشيء تركيا متخوفة منه، حتى لو النظام الجولاني رغب بهذا الشيء تركيا ما راح تقبل بهذا الشيء. فصعب نتكهن بالفترة القادمة شو راح يصير، بس انه هاي الزيارات راح تتم. هذا الدعم من اقليم كردستان كمان راح يستمر، لانه رجلين الكرد حاليا كلياتها بالفلقة سوا. الموضوع ما عاد صفى موضوع كرد سوريا فقط، الكرد حتى في كرد العراق مقبلين على مرحلة جديدة. هاي المرحلة ما راح تكون كما تشتهي الرغبات القومية الكردية للأسف نقولها، ولكن يعني النضال مستمر ومن سار على الدرب وصل. بالنسبة لغرب كردستان مشكلة مو فقط بتغير الموقف الأمريكي بل في أن أي مشروع سياسي يعتمد بنسبة كبيرة على مظلة خارجية يصبح معرضا للاهتزاز بمجرد تغير أولويات تلك الدولة. هذه قاعدة متكررة في العلاقات الدولية تطبق على الكرد وغير الكرد. الغرب لا يبني سياسته على الوفاء للحلفاء بل على حساب المصالح. عندما تقاطعت مصالحه مع الكرد دعمهم، وعندما أصبحت أولويته في إعادة بناء الدولة المركزية السورية تغير مستوى ذلك الدعم. هذه طبيعة السياسة الدولية منذ عقود. مع الأسف على كل احنا كانت الفكرة واضحة اليوم، صورة مظلمة. إذا بدنا نحكي هيك باختصار بنوفر وقت على المشاهد علينا نحن بنحكي هيك باختصار وباختطاب صورة نقدر ننهي كثير مسائل ونقتصد لغويا. أنا معك، يعني أنا بشكل عام يعني ماني متفائل، يعني خصوصا بالأمور اللي مثل ما ماشي الأمور بإيران، إلا إذا فعلا إيران ارتكبت حماقة وبدأ التاريخ بالتسارع. إذا تغير الزمن وسرعوا من إنهاء موضوع إيران ممكن يصير في تغيير بالمنطقة، ما وإلا ممكن. حكيتوا بالدردشة عن موضوع إنه احتمال إيران بعد ما يصير مثل ما بدها يا أمريكا بإيران، إنه ممكن يستخدموا إيران مجددا بالمنطقة ويخلوها بلكي ترجع تعمر الطاسة من جديد وتدعم العلويين على الأقل تحميهم. هل كانت هذا تمني ولا في خبر لا في حكي طبعا لا في حكي. العلوية بينكروا بشكل عام،
بس إيران عم تشتغل عن طريق حزب الله، والضباط الهربانين من سوريا كلهم مع حزب الله، كلهم موجودين يعني أنا بنعرفها يعني. بس إنه المشكلة هي شد أخذ وعطاء. بس الوضع بإيران واللي عم تحاول تعمله أمريكا، يعني مثل ما عملت مثلا على سبيل المثال بمصر ما تغير النظام بين عبد الناصر والسادات، بس تغير من نهجه، تغير أسلوبه، خلوا النظام وغيروا الأسلوب. بس إذا بدك تطبق هذا الكلام على إيران معناتها انك بدك ترجع لنفس المشكله، يعني انه شو يعني ما استفدنا شيء يعني كاتش 24 يعني قاعدين عم just like who's chasing his tail. يعني انت الجولاني وقتها ممكن يضل على الشسين مثل ما قلت اي. انا اذا ايران غيرت بتوقع نظام الجولاني نظام الجولاني راح يضل على الحكم طالما هلا ما عم يعملوا شيء من دون مشورة الاتراك. يعني الاتراك لاحقيهم على الدعسه، حتى على غرف نومهم لاحقيهم. حتى موضوع فما لبنان، دام حتى موضوع تركيا لبنان بهذا التنسيق معها، فاحتمال النظام الجولاني يضل. هذا موضوع مناف طلاس وعم يتحضر ما بعرف، هذا كله كلام، ما بعرف من وين بتجيبوا هذا الكلام. مستحيل. ما في اي مستحيل. علامات بتحكي عن هذا الموضوع مو يعني. بس هيك، لا مو بس هيك. هذا النظام الهجين ما بيمشي. ما بيمشي. دول جماعة إرهابيين قتلي سفاحين أصوليين، ما بيتعاملوا مع حدا يعني، يا هني يا ما حدا. يعني يا هني يا بدهم يخربوها يعني. لأني الأمريكان جابوهم مفكرين إنه فيهم يروضوهم، ما فيهم يروضوهم. لأنه قد ما بيغير شكله بيترم دقنه، بيقصقص شواربه شوي، بصير يسلم على النسوان، بصير هذا. بس هو إرهابي سلفي يعني، ما في غيره يعني. يعني واحد انت مثل جايب افعى وعم تحطها بتختك بدك تربيها، او مثل واحد جايب نمر عم يطعميه وعم هذا ايه اوكي، بس هذا اذا جاء النمر شو بيعمل؟ ما يعني انا ما شايفها. انا ما عندي امل ليك، انا برجع بقولها ودائما بقولها، ما عندي امل غير انه اسرائيل تغير رايها. يعني انه اسرائيل تقول لا انا بطلت، ما عاد بدي هاي الشغله، غيروا لي يعني. هاي او اذا ممكن اسرائيل ايه. هلا ممكن اذا صار في اخذ وعطاء بين الايرانيين، والايراني طر راسه ما يبس راسه، ممكن يستخدموا ايران بالمرحله الجايه مثلا. حتى هاي اللحظه ما في قرار باسقاط الدوله الايرانيه. الاسرائيليين حكوا انه النظام الايراني لازم يسقط، ودعوا الشعوب ما تحركت. امريكا ما قدمت ضمانات، وبالتالي الشعوب ما تحركت. الشعوب فهمان القصه يعني. الموضوع مو مثل ما الشعوب تتخيل. الشعوب لها امال ولا تطلعات، بس لما ما يكون في لها ظهر ما بتقدر تتحرك ببلاش. الدم هيك مو رخيص لتتحرك ببلاش. اذا صار في احتواء للمشروع النووي وتقلص النفوذ الاقليمي الايراني، ممكن ايران ترجع تكون حليفه للغرب. كله وارد، في نعم السياسه لا توجد عداوات دائما. الولايات المتحده تعاونت حتى مع الصين بعد عقود من العداء، وتعاونت مع فيتنام كمان، وتعاملت مع أنظمة كانت تصفها سابقا بالعدو. تغير سلوك إيران أو تغير نظامها أو تغيرت المصالح الدولية، فمن الممكن أن تتحول العلاقة من الصدام إلى التفاهم. الولايات المتحدة لا تبحث عن أصدقاء دائمين، بل عن توازنات مستقرة تخدم مصالحها. لذلك قد ترى دولة خصما في مرحلة وشريكا في مرحلة أخرى. لكن أمريكا لا يمكن أن تنتهي من إيران، ولا إيران قادرة على أن تنتهي من أمريكا. ولكن من الوارد أن أمريكا ستستخدم إيران من جديد. إذا انتهت المواجهة الحالية بتفاهمات تحقق الأهداف الأمريكية الأساسية وتحفظ ماء وجه نظام الخميني، فمن الوارد أن نشهد مستقبلا مرحلة مختلفة من العلاقة، كما حدث مع خصوم سابقين في التاريخ. مزبوط. أنا معك، هذا أول شيء، وهذا اللي نحن خايفين منه. لأنه مثل هذا الوضع معناته أنه يستمر الوضع بسوريا من سيء إلى أسوأ مع الأسف. وإعادة تدوير
سياسة براغماتية، يعني أكثر الليبراليين البراغماتيين الأمريكيين دائما بيميلوا لإعادة تدوير المشاكل، أنه بعمرهم ما حلوا مشكلة، بس بيعيدوا تدوير المشكلة بطريقة ثانية. المهم بالنسبة لهم هاي المشاكل ما تمتد لهم، بس هذا المهم. نعم. اوكي والاستقرار الاستقرار استقرار أي دولة بالشرق الأوسط خطر على الأوروبيين ومصالحهم والأمريكان ومصالحهم، وخطر على إسرائيل حتى. اوكي هاي ريبا. الدول هيك بتكون أفضل بالنسبة لهم، بهي الطريقة تكون. اكيد. انا معك. على كل شكرا ريبر، الفكرة صارت واضحة، بلكي نحن بنلتقي بنحاول نعملها ولو مرة بالشهر، يعني نحكي عن الوضع الإيراني والوضع الكردي from time to time. شكرا لك. تمام. بتشكرك على إتاحة الفرصة لهي الحوار. بتشكر المتابعين لهي الحلقة، وبتمنى أن نكون قدمنا لهم بإفادة بحوارنا هذا. أوكي، شكرا للي تابعونا اليوم، ونلتقي مرة أخرى في نفس الموضوع. شكرا غيبة. يلا باي باي.